أمريكا عم تخطط لتكمل سيطرتها العالمية. عم تحاول تضغط على إيران بالملف النووي مثل العادة. مو الغاية من هالشي تدمير النظام الإيراني، لهدف تدمير أي إمكانيات نووية مشان أمن إسرائيل أولا وآخرا، لأنهم بيعرفوا منيح أنه إذا انحصرت إيران هيك أسلحة ممكن تستخدمها ضد إسرائيل. حتى بهيك أسلحة ممكن يهددوا أمن العالم الغربي كله ويعطوا هاي الأسلحة لمنظمات إرهابية مزروعة عندهم مثل القاعدة. وإذا فيها تشعل حرب بالمنطقة حتحول المنطقة لشلال دم، والحرب طبعا سنية شيعية. أستاذي نحن بنعرف شو قوة أمريكا، بس الدول الإسلامية بالمنطقة برأيك ممكن تضل واقفة قدام يلي عم يصير بفلسطين؟ انت مفكر انه هدول دول حقيقية؟ هدول أنظمة دكتاتورية متخلفة عملوها الإنجليز بالاتفاق مع فرنسا، وهي الأنظمة بتعرف انه ما فيها تضل إلا إذا خدمت الغرب وأطماعه. وإيران هي الدولة الوحيدة اللي قدرت تحول كل هاي الأمور لصالحها. إيران بتقدر تبين قديش هي متماسكة مشان مصالح الدولة العليا، بس الأنظمة المتواجدة بالمنطقة لازم تعرف كيف تتحرك على الأرض، ولازم يكون القاسم المشترك بيناتهم هو الإنسانية وأخلاق الدين تبعنا، لأنه أكيد أنه شعوب المنطقة بالمستقبل رح تحاسب كل مين عاداها.